زودت تركيا الجيش المغربي بالطائرة المسلحة بدون طيار أكينجي المصنعة من قبل الشركة التركية بيكر. وأفاد موقع أرابيك ديفانس أن طائرة أكينجي أصبحت ثاني طائرة بدون طيار يحصل عليها المغرب من تركيا بعد بيرقدار التي دخلت الخدمة مع القوات الجوية المغربية في عام 2021. ووفقاً للمصدر نفسه، طائرة أكينجي قادرة على نقل ما يصل إلى 1500 كيلو جراما من الحمولة، في حين تبلغ الحمولة القصوى لطائرة بيرقدر تي حوالي 150 كيلو جراما، والتي تشمل الذخيرة وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية، غير أنه لم يتم الكشف لحد الآن عن عدد ولا قيمة للصفقة التي بموجبها حصل المغرب على طائرة أكينجي. وتتميز طائرة أكينجي بسعة حمولتها الكبيرة وارتفاعها الأقصى الذي يصل إلى 12 كيلومتر، وأنظمة الأسلحة المتنوعة للغاية، حيث اكتسبت قدرات إطلاق الصواريخ البالستية الجوية بفضل صاروخ TRG 230 كابلر، خاصة وأن الصواريخ البالستية الجوية تمثل تحدياً لأنظمة الدفاع الجوي بسبب الجمع بين زوايا الهجوم العالية والسرعات العالية. وأوضح موقع أرابيك ديفانس أن طائرة أكينجي بدون طيار تحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة للقيام بضربات عميقة ضد أهداف عالية القيمة خلف خطوط العدو، كما أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز سم يصل مداها إلى 280 كيلومتراً، وقنابل تلون يصل مداها إلى 100 كيلومتر، وكذلك قنابل كيجكي يصل مداها إلى 70 كيلومتراً، إلى جانب قدراتها المتنوعة في الحرب الإلكترونية، بدءاً من الاستخبارات الإلكترونية وحتى التشويش على أنظمة الدفاع الجوي والاتصالات.